كليب جديد للفنانة العراقية رحمة. الكليب حيكون إلي بس، حصري بس، أنا بس. ما حيكون أحد وياي. الفنانة رحمة رياض هي محور قصة كليبها الجديد إله أكللهم، كلمات حازم جابر، ألحان الفنان حاتم العراقي، وتوزيع مهند خضر. أنا وزياد اتفقنا على هالفكرة عشان شوية نركز عليا، راح تطلع رحمة الطبيعية، رحمة اللي ترقص وتغني تضحك بكل طبيعية بدون أي تصنع. هو ستوري بورد إنه عادي، بنت عادية تحب شخص، بس هو الشخص مش موجود داخلها، موجود بإحساسها. ما عندنا قصة، ما في ستوري ابدا، في كل شيء بيخدم رحمة كبيوتي شوتس، يعني كل شيء بيطلعها حلوة، هي حلوة كثير طبعا، بنعرف قد ايه ناعمة على الكاميرا. عم نعمل مثل امبلاج لها تنفرجي بساطة جمالها، يعني فينا نعرف رحمة شو بسيط جمالها، مش اللي مظبط من هون ومعمول من هون والف قصه، لا جمالها كثير طبيعي. عم نجرب نحافظ هذا الجمال الطبيعي، نوصله بطريقه لذيذه، بطريقه يخدم وجهها ويخدم الستوري بورد اللي عم نجرب نعملها كبيوتي شوتس، ويخدم الغنية طبعا. رحمة التي تربطها علاقة صداقة وطيدة بالمخرج زياد خوري قرر أن يقدما فكرة بعيدة عن الدراما، اعتمد فيها خوري على جمال رحمة والطبيعة. زياد بعرفه من 12 سنة، وكنت يعني حابة اني جدا اصور وياه وباسرع وقت، لانه زياد حافظ شكلي، عارف شنو يريد يطلع مني، فاكيد يعني انه يعني بهذا الكليب او بغيره اكيد كان زياد راح يصور الفيديو كليب. رحمة يعني نحن عائلة، يعني اذا بدك صداقة عائلة انا وياها، ومن زمان حابين نشتغل سوا، ومره ما ثابت ومره انا ما كنت عم بفضى ابدا، وكنا كثير عم نفضى وما كان عم بيجي وقت انه هلا صورت كليب، ودقت لي وعادي حكينا سوا وحضرت دغري الستوري، وكنت عارف انا رحمة من زمان اذا بدك رسم لها هذا اللاين تبع التصوير شو بدنا نعمل لها في حال صورت لها. وبين ربوع الطبيعة اللبنانية تنقلت كاميرا خوري بين موقعي تصوير في منطقة سوفر الجبلية التي تتميز بمناخها وطبيعتها. كنا بغابة شبنية، عملنا اول سين فوق، سين كثير حلو كثير غريبة، يمكن اكثر شيء طلع حلو فيها لهلا، يعني كثير حابينها، وان شاء الله نقدر نعمل بدنا اياه هون كمان. والى جانب تصويرها الكليب تستعد رحمة لاطلاق البوم غنائي، وتتعاون فيه رحمة مع نخبة من شعراء الخليج والوطن العربي، من بينهم سفير الالحان فايز السعيد، حيث انتهزت رحمة فرصة ذكره لتقدم له احر التهاني بمناسبة خطوبته. فايز السعيد اوجه له تحية وابارك له على الخطوبة والملكة، وان شاء الله بالرفاه والبنين يا رب، ومع حاتم العراقي طبعا، لانه هاي الاغنيه من الحانه، ومن يمكن انجح الاغاني اللي سويتها، فاكيد راح ارد التعاون معه، وحازم جابر كلمات، وفهد الناصر ان شاء الله، وسعود جاسم، واغاني من ابويا. هم حيكونون تقريبا 8، بس اللي تحضر 6، وحنختار واحدة او 2 نصورها كليب. وطبعا الالبوم حيكون انتاجي، وهالفيديو كليب حيكون انتاج شركة بابلون، الشركة اللي هي تدير اعمالي بالعراق. في مسلسل حلو ان شاء الله، مسلسل يعني ما يعني انا كنت اذا اريد امثل ابلش بهيك موضوع، وكنت ناطره هيك موضوع حتى ابلش امثل بيه وبس.